156 وبتعليمات من السيد المدير العام للأمن الوطني تخلد مفوضية الشرطة بتنغير على غرار باقي المصالح المركزية والخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة الذكرى 57 لتأسيسها. وخير ما نفتتح به برنامج هذا الحفل آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا السيد عبد القادر الشويبي عضو المجلس العلمي المحلي لتنغير، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم. أما الآن فكلمة باسم مفوضية الشرطة يتقدم بإلقائها السيد العميد الممتاز رئيس مفوضية الشرطة بتنغير، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عامل إقليم تنغير المحترم، السادة ممثلي الهيئات القضائية والعسكرية والأمنية بتنغير، السادة نواب وممثلين الهيئات المنتخبة، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السيد مدير مناجم إمادر، السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني، أيها الحضور الكريم. تحل ذكرى 16 ماي 2013 وهي الذكرى 57 لتخليد تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا المفدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأعز أمره. وبهذه المناسبة الغراء يتشرف السيد رئيس مفوضية الشرطة بتنغير أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع رؤساء المصالح والهيئات وأطرها وأعوانها أن يرحبوا بكم في هذا الحفل ويعربون لحضراتكم عن خالص المودة والاحترام وجزيل الشكر والامتنان لتلبيتكم الدعوة ولحضوركم بين ظهرانينا لمشاركتنا هذه المناسبة. وتأتي هذه الذكرى في غمار أجواء الأمن والاستقرار والنماء التي تشهد مختلف ربوع المملكة السعيدة تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة ملكنا محمد السادس أطال الله في عمره وسدد خطواته المباركة. ولنغتنم هذه الفرصة قصد التذكير أن مديريتنا العامة للأمن الوطني ما فتئت تنهج وفق التوجيهات الملكية السامية جميع السبل للنهوض بمهامها النبيلة لتوطيد ما تحقق في بلادنا في مجال الأمن من مكتسبات للحفاظ على طمأنينة واستقرار الوطن وما يصبو إليه المواطنون في العيش في المزيد من النماء في دولة الحق والقانون
واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة. وتجسيدا للإرادة الملكية السامية، فقد تميزت بداية هذه السنة 2013 بتفعيل دور مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، التي تنضاف إلى ما سبق وأن تحقق سنة 2010 حين تفضل الجناب الشريف بإعطاء موافقته على إصدار الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفيها، وهو ما يجسد بروح مقتضيات مواد العناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأسرة الأمن الوطني، تأكيدا لموصول عطفه ورضاه وتقديره البالغ لتضحيات أسرة الأمن الوطني بالغالي والنفيس، وإشادته السامية بما تتحلى به على الدوام من الالتزام وتفاني وإخلاص ونكران الذات في أداء واجبها الوطني والمهني أناء الليل وأطراف النهار، وفي السراء والضراء، اعتبارا لما تطلع به هذه الهيئة من التزامات وما تتحمله من أعباء استثنائية أثناء ظاهر مهامها أو بسبب القيام بها، وما يكتنف مهامها الوقائية والزجرية من إكراهات وصعوبات تصل في كثير من الأحيان إلى مقارعة الأخطار حفاظا على الأمن العمومي، وذلك من أجل تحفيز أطرها وأعوانها على مضاعفة الجهود والتصدي لكل أنواع الجريمة بحزم لا يلين وإرادة لا تفل في إطار سيادة القانون التي تكفل الحقوق، وفي طليعتها حق المجتمع في الأمن والسكينة والاستقرار حتى يبقى المغرب دار أمان واستقرار في ظل الرعاية الملكية السامية. السيد عامل إقليم تنغير، حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، في سياق التوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع تعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني، فإن مفوضية الشرطة بتنغير تبذل قصارى الجهود الحثيثة لتفعيلها يوميا على أرض الواقع بغية تخليق الأجواء داخل المرافق الأمنية والرفع من مستوى أدائها بمنظور حديث ومتفاعل مع الساكنة ومختلف السلطات العمومية وهيئات المجتمع المدني، هادفة إلى إرساء قنوات التواصل والقرب ومنهجية العمل الاحترافي المعاصر الرامي إلى محاربة الجريمة وإشاعة الطمأنينة بهذه المدينة بإيمان راسخ واقتناع واعي، مسخرة كل الإمكانيات المادية ووسائل العمل الموضوع عنها إشارتها من طرف المصالح المركزية للأمن الوطني، الأمر الذي يتأتى لها بفضل التعبئة الموصولة لطاقتها البشرية وأن تباشر مهامها اليومية على كافة الأصعدة التنظيمية والوقائية والزجرية، عاملة على تحسيس أدائها وتطوير أساليبها من أجل تحقيق مردودية تخدم المواطن والأمن العام، مستحضرة توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية للسهر على احترام النظام العام وأمن وطمأنينة رعاياه الأوفياء. وللإشارة وفي إطار تفعيل العمل الأمني وبهدف الرفع من مستوى الخدمات التي تقدم مصالح الأمن بتنغير وخاصة على مستوى البنايات، فإن هذه المفوضية توصلت بإشعار من المصالح المركزية بقرب بداية أشغال المقر الجديد للمفوضية بشارع محمد الخامس، وكذا الموافقة على مشاريع بناء 3 دوائر للشرطة بكل من حي أفانور وتجزئة العمران وإعادة تهيئة المقر القديم للشرطة بالحي الإداري لهذه المدينة. ولا تفوت الفرصة دون الإشارة إلى تعدد مهام مصالح الأمن الوطني التي تظل حاضرة في الحياة اليومية للمواطن والمجتمع عن طريق تأمين الفضاءات العمومية والتظاهرات العامة والأعمال النظامية والتغطية الوقائية الهادفة لاستباق احتواء بؤر الجريمة وتدبير حركة السير والجولان مع تتبع منحى الإجرام استنادا إلى شكايات المواطنين، أو في إطار الحملات اليومية بمبادرة من المصالح هذه المفوضية من أجل محاربة الانحراف والجريمة بشتى أنواعها، خاصة جرائم الفساد وترويج المخدرات وكذا السرقات التي تبقى من الأولويات والتي حققت مصالح الأمن بتنغير نتائج جد مطمئنة للتصدي لها. السيد عامل إقليم تنغير، حضرات السيدات والسادة، الحضور الكريم، وفي الختام وباسم السيد رئيس مفوضية الشرطة بتنغير وكافة السادة رؤساء المصالح نتقدم لكم مرة أخرى بالشكر الجزيل لحضوركم معنا في هذا الحفل، كما نرفع بهذه المناسبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مشاعر الإخلاص والوفاء والولاء الدائم والتعلق المتين بالعرش العلوي المجيد
متأهبين بكل يقظة وحزم وتضحية للدفاع عن المقدسات الوطنية والذود عن حوزة الوطن، ملتزمين على الدوام بشعارنا الخالد: الله الوطن الملك. أطال الله في عمر سيدنا أمير المؤمنين وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، ومتعه بمفعول الصحة والسعادة والهناء، وأقر عين جلالته بالسمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وسنوه السعيد صاحب السمو الملكي مولاي الرشيد، وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.